هي ليه الناس عندنا في مصر ما بتعرفش تاخد قرارات؟ ليه يعني كل ما نشوف حد يقول لك والله انا المفروض كنت اعمل كذا بس عملت كذا وبناء عليه حياتي كلها باظت، او خدت قرار معين في الوقت الفلاني فخسرت فلوس كتير. الحقيقه ده راجع للموضوع يعني على قد ما هو بسيط على قد ما هو مهم جدا، وحاجه يعتبر من الحاجات القليله اللي انا اتعلمتها في كليه هندسه وفادتني جدا في حياتي، وهي التقييم. ازاي الناس لما بيحصل لها مشكله ما بيبقاش عندها قدره كويسه ان هي تقيم الموضوع. والتقييم هنا مش لازم يكون تقييم رقمي، ولكن بشكل من الاشكال التقييم ممكن يمشي في اي اتجاه. بمعنى ان انا ممكن اقيم تقييم فلسفي، ممكن اقيم تقييم عاطفي للموضوع، ممكن اقيم تقييم رقمي، وده اللي انا برتاح له اكتر لان الارقام ما بتكذبش. فبناء على التقييم الرقمي بتاعي ده بقدر اشوف كل مشكله الحل بتاعها هيكلفني قد ايه والنواتج بتاعته هتكسبني قد ايه، ولو في حل تاني الحل ده برضه هيكسبني قد ايه وممكن يخسرني قد ايه. وبناء على الموضوع ده ككل ابتدي ان انا اختار من الحلول اللي عندي. ولو الموضوع كله ككل موضوع كورابتد او فاسد او ما ينفعش ان هو تمشي فيه، بتفهم ان انت لازم تهد المبنى ده كله وتبتدي تبني من جديد، خصوصا لو المبنى ده بايظ. والنقطه دي بالذات بقى اتكلم عليها شاب جميل جدا اسمه خالد نبيل، كان بيتكلم على مشكله الكره المصريه، وبيتكلم على قد ايه الناس فرحانه بمناسبه المنتخب المصري واداؤه السيء جدا في افريقيا. قد ايه الناس فرحانه بفكره انه يعني ابراهيم حسن وحسام حسن هيمسكوا المنتخب، مع احترامنا ليهم ان هم نجوم كبار جدا، ولكن المشكله الاساسيه ما هياش في ابراهيم ولا في حسام، برغم ان هم نجوم كبار وبيحبوا البلد وبيحبوا المنتخب واحنا عارفين الموضوع ده كله. المشكله الاساسيه جايه من المراكز اللي بتعمل لعيبه ناشئه، المراكز اللي بتطلع لك لعيبه فعلا من تحت، شباب ناشئ يقدر يروح الانديه الصغيره اللي طلع منها ابو تريكه او مثلا محمد صلاح زي المقاولين او نادي الترسانه. الانديه دي ما عادتش موجوده، ما عادتش تقوم بدورها، ما عادش المراكز اللي فيها بتاعت الناشئين ما عادتش بتقوم على اسس سليمه، بقى كلها واسطه وكلها محسوبيه. فالراجل كان بيتكلم في فكره بسيطه قوي، انه مهما انت قررت ان انت تغير الهرم من فوق، في تفاصيل موجوده تحت من اساسيات البنى بتاع المبنى ده هي اصلا فسدت وما بقتش موجوده وما بقتش سليمه، تعتبر يعني فاسده. فبرغم بعدي الكبير جدا عن موضوع الكوره، وانا ما بتابعش الكوره باي شكل من الاشكال، برغم ان هي بيزنس كبير قوي، بس بعتبر ان هي تضييع للوقت بشكل من الاشكال، ولكن الراجل اتكلم بشكل رائع جدا. فانصحك انك تروح تشوف، بمناسبه يعني الناس اللي بتحب الكوره، لو حد سمع الفيديو ده انصحك تروح تشوف الفيديو ده، يعني هيعجبك بشكل غير طبيعي، لان هو بيقيم الامور بدايه من الجدر بتاعها، ازاي الجدر نفسه فاسد فادى ان الشجره اللي تطلع او النبات اللي يطلع ده يكون فاسد. والراجل ده بيقيم الامور من منطلق بعيد عن تقييمنا للامور، ولكن هو منطلق يعني مناسب جدا للموضوع ده، بما اني انا يعني بقيم الامور بمنطلق رقمي طول الوقت. فاحب الناس تروح تشوف الفيديو، واحب ان انت تتكلم معايا وتقول لي رايك، ازاي احنا عندنا كمصريين مشكله كبيره قوي في تقييم الامور، ازاي احنا ما عندناش اسس دلوقتي بقينا واقفين عليها، لا اسس دينيه ولا اسس حسابيه ولا اسس فلسفيه ولا اي حاجه، احنا بقينا واقفين في الهوا كده. فلما نيجي نقيم اي مشكله بندور على اي حل سريع، حتى لو الحل ده ما هوش الحل المنجز وما هوش الحل اللي فيه استمراريه وفي حل للمشكله فعلي من جذورها. فيا ريت تشاركونا في ارائكم في الكومنتات. هل شايفين فعلا ان احنا في الفتره دي قادرين ان احنا نحكم على امورنا بشكل سليم، ولا الناس تعتبر تايهه بشكل كبير قوي ومش قادره ان هي تاخد قرارات؟ وحتى لو بتاخد قرارات الناس ما عندهاش القدره ان هي تواجه تبعات قراراتها دي، فبتحاول ان هي تضحك على نفسها باي كلام. لو تابعت الفيديو لحد هنا شكرا جزيلا ليك، والفيديو مجرد فضفضه مش اي حاجه ثانيه. سلام عليكم.